اسمعوا آخر خبر. قال الجولاني محتار يحط صورة مين على العملة الجديدة. طلبوا من اللي صمموا الهوية البصرية تبع 40 مهندس وكذا مليون دولار تبع هذا قنينة المشروع وغطى إيجار الصرف الصحي، طلبوا منهم صورة لابن تيمية، وصار لهم كم يوم عم يصمم وجه تخيلي لابن تيمية. أكثر من 30 خبير، من أنس ضغيب لوزير طبق الكرامة لأحمد الموفق زيدان لموسى العمر لأنس خطاب وأخوه، كل هالكدش مجتمعين وعم يدوروا بالكتب والأحاديث كيف كان شكل ابن تيمية. بدهم يحطوا صورته على الدينار الجديد اللي عم ينطبع وين يا حزركم؟ بموسكو، عند حبيب قلبهم الروسي تبع البراميل وتدمير المدن وطائرات السيخوي والقصف وقتل المدنيين وغيره. ايه حبيب قلبهم. شباب بني أمية اللي بتسوي عليه بالتعليقات، بدنا منكم كل قديش يمسك ورقة وقلم ويرسم كيف كان شكل ابن تيمية حسب خياله. مين يا ترى بيشبه العرعور؟ أنا بقول بيشبه محمد شمس الدين. وإذا عندكم اقتراحات صورة أي قديش تحبوا تشوفوا على العملة الجديدة غير ابن تيمية حطوها بالتعليقات. لأن امبارح ماهر الشرع وحازم الشرع وقعوا عقود مع شركة غوزناك الروسية اللي طبعت سنة 2004 أكثر من مليار دينار ليبي مزور. يا ترى كم مليار مزور من العملة الجديدة راح يطبعوا لكم؟ وكم مليار راح يطلع لكم على جنب؟ وصورة مين راح تكون على العملة الجديدة؟ أسئلة بريئة ننتظر إجابتها. بس مسخرة مسخرة. قال شو؟ قال روسيا طلع من سوريا وطالعين نازلين من روسيا لسوريا وبالعكس، وجماعة الهيئة عم يغسلوا كلاسين الروس بالقواعد بالساحل ويطعموهم، ويجي شب قديش يقول لك طلعنا الروسي. ايه طلعت البلد راحت لك يا حبيبي، البلد راحت يا جويل. بس تقومي لا بقتلكم خيو شوي شوي، ها لا بقتلكم ماشي الحال يتباع.